أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من هوت سبوت. أنا وعمرو بنرحب بيكم. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا ندى، اهلا وسهلا. زي ما وعدناكم إن احنا هيكون معانا أبطال كتير. احنا النهاردة معانا البطل أحمد نوري والبطلة رحمة حسني. بنرحب بيكم. ازيك انا، ازيك يا عمرو. ازيك يا رحمة. ازيك يا عمرو. معانا كابتن احمد نوري، بطل منتخب مصر والنادي الاهلي بالعاب القوى مسافات طويله. كابتن رحمة حسني، بطله نادي الزمالك ومنتخب مصر العاب القوى المسافات الطويله. نبدا بكابتن احمد. احكي لنا بقى، بدات الرياضه ازاي، وبدات الرياضه ومن امتى لعبت في النادي الاهلي؟ والله انا بدات تقريبا من 2008 2009. بدات انا اصلا من الصعيد، محافظه هنا. بدات في نادي الالومنيوم. تقريبا خدت 3 سنين في النادي. وبعدين رحت النادي الاهلي، كان 2014 2013 تقريبا. تمام. والله انا ما كنتش حابب الموضوع من الاول يعني. فاللي حببني في العاب القوه كان معايا اصحابي، والله كل شويه كانوا بيقولوا تعالى جرب، طيب تعالى، طيب معانا تمرينه مش عارف ايه. فعجبتني الفكره، قلت لما اروح اجرب يعني. اوكي. رحت. في اول يوم الكابتن طبعا ليه مستوى كويس. تمام. اداني سبورت طبعا. شجعك. كان خدت شهر، عمل لي تيست لقى مستوايا في تطور وكده. كويس. تمام. الحمد لله يعني، بدأت واحدة واحدة أتطور في اللعبة وفي أرقام وكل حاجة الحمد لله. كان أول بداية ليك في نادي الألمونيوم كان عندك كام سنة مثلا؟ تقريبا يعني ممكن 10 سنين؟ لا 15 سنة. 15 سنة. طيب، ازاي النادي الأهلي اتعاقد معاك، أو يعني شافك في بطولة؟ احنا دايما كان ماتشاتنا كنا بنلعب سباقاتنا وكده، كان في القاهرة وبتاع. كان كابتن عمران العوني هو اللي سجلنا في النادي. وهو كان وقتها كابتن عمران هو كان على اتصال معانا يعني دايما، لحد ما سجلنا وكده يعني. طيب، يعني كابتن عمران ده كان مدرب في النادي كان الاهلي مدرب كان مدرب في النادي الاهلي في الايام دي. اتعرف عليك، شافك وانت في شافني في كذا سباق وكده. كذا سباق. تمام. بدأت بقى في النادي الاهلي، الانجازات بقى ايه انجازاتك يعني؟ انا لعبت ال10 كيلو طبعا، كان خدت مركز اول اكتر من مره. تمام. انت تخصص 5 10 مسافات طويله، 5 10 21. تمام. خدت برضو اول في الهاف ماراثون. تمام. هاف ماراثون ال 21 كيلو. ال 21 كيلو. عملت تأهيل برضو، كان في بطولة بغداد الدولي، سباق دولي. تمام. ده سنة كام مثلا؟ 2017. 2017. اوكي. ال 10 كيلو برضو كان اكتر من مرة مركز اول. تمام. في بطولات الجمهورية كنت بتعمل مراكز يعني، بتخش اول تاني؟ اول تاني تالت كده يعني. يعني اول بطولة ليك في يعني بطولة الجمهورية دخلت كام مثلا؟ اول بطولة ليا مع النادي تقريبا كان اول بطولة تاني في ال 10000 10 كيلو. بعد كده لعبت بطولات دولية تاني؟ كان يعني سافرت بره؟ مش كتير والله يعني، ما سافرتش كتير يعني. هو كان ماراثون، كان هو ماراثون بغداد الدولي، وما سافرتش كتير بره. طيب، وايه ممكن السباقات التانية اللي بتحضر لها الفترة دي؟ والله هو يعني بدأنا السيزون بالبطولة العربية. تمام. اللي كانت في مصر. تمام. ان شاء الله بعد رمضان في شهر 5 عندنا بطولة الجمهورية الدرع. تمام. بنبدأ يعني من الأيام دي بنحضر لها وكده. طيب معانا بقى رحمة، تعرفينا بنفسك أكتر. أنتي عندك كام سنة؟ أنا عندي 20 سنة. اوكي. بدأت اللعبة من 2016. أنتي لعيبة نادي الزمالك ومنتخب مصر للألعاب القوى، مسافاتك قد إيه؟ ال5 وال10 بس، أنا ولعبت 1500 كذا مرة. وأنا أساسا كان مسافاتي من أول ما نزلت اللعبة كانت 3 كيلو. ده البداية؟ أيوه.
كانت اول مره ليا العب في حياتي العاب القوه، كانت بدايه 3 كيلو. تمام. ساعتها اخدت المركز ال 13، كانت اول حاجه ليا في اللعبه اصلا. اه بعد كده بقى سنه سنه من فتره وجيزه، يعني فتره قريبه جدا بدات صعدت مره واحده للمركز الثالث. ده علشان التمرين بتاعك أيوة، اختلف، علشان اختلف. الكابتن بتاعك شايف ان الموضوع بقى يعني انت بالظبط. بتتطوري اسرع. بالظبط كده، لاني جيت بسرعه. اه وبعدين كنت منتظم اصلا، اهم حاجه في اللعبه دي الانتظام، ان انت حلو. تنتظمي. فاخدت بقى بعديها على طول المركز الثالث. من بعد تمام. المركز الثالث بقى صعدت للثاني، بعدها الاول على طول. ما شاء الله. قعدت فتره كبيره على كده. فبتيجي فتره مثلا اصابات، حاجات زي كده بتنزل ده عادي سنة. علشان ده زيادة طبيعي في ألعاب تمرين القوة، او بالظبط. مثلا حاجة في السباق. بعد كده كانت اول مره ليا اشارك في ال 10 كيلو كانت 2020 السنه اللي فاتت. اوكي. واول مره ليا والحمد لله اخدت اول مره. بس انت كانت بدايتك سنة كام؟ اول 2016. 16. ده كان ايه؟ كان سباق ايه؟ عندي 15 سنه. ده كان سباق ايه؟ 3 كيلو ضاحيه فريق، تمام. يعني بيبقى عدد كبير اصلا. فكانت حاجه ليا، كان اول حاجه ليا، وان انا اللي ساعدت النادي انه ياخد ميداليه في الفتره دي. حلو جدا. انا اللي كملت لهم الفريق في الفتره دي. فدي كانت واهم انجازاتي، ان انا سافرت بره اه في 2019. حتى لو ما عملتش نتيجه بس يكفيني شرف المحاوله ان انا سافرت. طبعا انت بتمثلي مصر بره. بالظبط، يكفيني ان انا سافرت ولعبت مع الناس. اساسا انا اول مره، وكنت صغيره جدا بالنسبه لهم. كان عندي 16 سنه وحاجه زي كده، كنت صغيره. كانت فين؟ كانت في رواندا، جنوب في افريقيا. رواندا. وانت عندك كام سنه؟ كان عندي زي 16 17 سنه. ده انت كنت لسه ايوه كنت بقالك لسه بس بقالي سنه واحده يعني. ايوه بالظبط في اللعبه. ما كنتش عارفه حاجه اصلا، كنت الف بقى العاب قوه. طيب وتمرينك بيمشي ازاي يعني؟ وفي تمريني كنت الاول بتمرن مع بتبقى فتره الصباحي. بس فتره الصباحي طبعا بتبقى احسن من المسائي بكتير، بتديكي ضعف التمرين. لكن بعد كده الفتره دي كلها انا تمريني كله مسائي، يعني من الساعه 3 لحد الساعه 5. ايه الاختلاف في صباحي؟ ليه بتقولي ان صباحي بيبقى صباحي ضعف التمرين؟ ان بيديكي دافع اقوى، وبيديكي حافز اكتر في التمرين، وبتجري بتبقى في النهار من اوله. لسه بنشاطك وبكل حاجتك، يعني مش تعبتي اصلا في البيت، مش بذلتي مجهود في اليوم بالظبط. فطاقتك شويه استنفذت. أيوة. يعني بالظبط. اوكي كده. طيب كابتن نوري، انت بتحب تتمرن الصبح ولا بالليل؟ لا حاليا الصبح. يعني. لا لما بتكون بتجهز لسباق او بتتمرن علشان في سباق انت رايح تحقق نتيجه معينه، انت عارف ان انت هتدخل مركز اول، لازم تحقق حاجه، بتبدا تجهز له ازاي؟ يعني ممكن التمرين الاساسي بتاعي ممكن يكون الصبح. اه يعني لو هتمرن فترتين هخلي التمرين الاساسي بتاعه الصبح. وانت بتصحى يعني بسهوله ولا الكابتن بتاعك بيبدا والله بقى يصحيك واللي هو بقى مش عايزه اروح اللي هو التمرين يعني ومش عايزه اتمرن؟ اوقات كتير يعني انا المشكله في النوم معايا، يعني بحاول اظبطه وكده، بس انا خلاص انا اتعودت ان انا اقوم مثلا بدري اصحى 5. خلاص انا تفطر بقى يعني مش بفطر بالظبط يعني. هي حاجه خفيفه كده بس هو انا يعني معظم تمريني الاساسي الصبح. اوكي، يعني انت تمرينك بيبقى الصبح بس، مفيش تمرين؟ لا في لما يكون مثلا في عندي بطوله تمام بجهز لها وكده بتمرن فترتين. الفتره الاساسيه بتاعتي الصبح، الفتره الثانيه اللي هو العصر، بعد العصر مثلا كده. كبنت بقى بتجهزي زي لما بيكون عندك سباق، يعني بتجهزي نفسك ازاي؟ كابتن نوري قال بيصحى الصبح وبيتمرن وبيبقى الفطار ومش حاجه كتير والكلام ده. بالنسبه لك تجهيزاتك بتبقى قبل الماراثون او حاجه انت داخله فيها، بتجهزي ازاي؟ انا بيبقى عادي جدا، بس طبعا لو انا واقفه في تمرين وعايزه ارجع بسرعه بيبقى تمريني صباحا. ان الصبح بيرجعني اكتر، وبيخليني مستعده خلاص البطوله، بيديني اكتر في التمرين. تمارينك بتبقى كل يوم بقى ولا بيبقى أيوة الفتره دي بتبقى ضغط ازاي؟ هو يوم الجمعه بيبقى طول الاسبوع بيبقى عباره عن يوم برنامج ويوم طويل على حسب المدرب بيحط لنا. تمام. يعني ايه برنامج؟ برنامج يعني عندك حاجات معينه بس بسرعه اكتر. يعني اوكي، يعني انترفلز اللي هي الفتره السريعه وبطيئه. تاخدي مده دقائق معينه جري سريع وشويه تريحي فيه. بالظبط كده. لكن الطويل بيبقى توتال على بعضه، بتجري حاجه معينه، كيلوهات معينه. ايه السباقات اللي انت دخلتيها الفتره اللي فاتت، يعني في خلال السنه اللي فاتت مثلا؟ في خلال السنه اللي فاتت كانت ال10 وال5 اللي كنت حاطه عليه قوي. وكانت في ال20 سنه كنت لسه بلعب تحت 20، كانت 3 و5. لكن دلوقتي صعدت درجه اولى، بقيت بلعب درجه اولى بس اللي هي 5 و10 بس. 5 و10 و21. ايوه ديت بقى باني اساسا ما فيش في التراك بيبقى 21، بتبقى بره اللي هي الماراثونات والحاجات اللي زي كده. شاركت في البطوله العربيه اللي فاتت، عملتي مركز كام؟ كانت البطوله العربيه السنه اللي فاتت دي كنت لسه راجعه من اصابه، اللي هي الماتش اللي فات دي. كنت خدنا مركز ثالث
تحت تحت 18 لا سنه؟ درجه اولى. درجه لعبنا اولى. درجه اولى. اوكي. كانت البحرين الاول، تمام. وبعديها كينيا، وبعديها المغرب، واحنا تالت وراهم. انا اتفرجت على أوكي. البطوله دي، كانت فيها مستويات ما شاء الله ايوه يعني. كانت الله اكبر، كانت مستويات جامده كبيرة. وكده، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق حاجه كويسه البنات لمصر. فيها كان فيها منافسه شرسه يعني. كابتن نوري شاركت في البطوله اه شاركت. وحققت مركز ايه؟ احنا خدنا رابع للاسف، يعني ما كناش موفقين في السباق ده. الثلاثه الاوائل كانوا اجمد مننا شويه. تمرينهم كان مختلف. كان البحرين البحرين والجزائر. والجزائر والمغرب. اوكي. طيب طب انت كنت شايف ايه الفرق ما بينك وما بينهم، او ايه الفرق بين مصر والله والمنتخبات التانية؟ المعسكرات طبعا، يعني المعسكرات الاهتمام، يعني بتبقى المعسكرات متتالية ورا بعض. اوكي. تمام. لازم نعسكر في نفس البيئة اللي هما بيتمرنوا تمام. فيها، تمام. اللي هو فوق مستوى فوق سطح مستوى البحر، البحر. اوكي. قلة الأكسجين وكده. مم. فكل العوامل دي بتفرق. تمام. بتفرق في السرعة بتاعتك، بتفرق في تحملك بقى للمسافات الطويلة لما بالظبط. بتنزل ال 21 وتكسر فيها أرقام، صح كده؟ بالظبط بالظبط يعني 21 او ال 10 او ال 5 يعني مش مسافات طويلة عامة يعني. دايما حتى أبطال العالم كلهم بيتمرنوا في المرتفعات دي، تمام. زي مثلا في كينيا زي كينيا، أو اثيوبيا، اوغندا. المغرب دول برضو كتير، فيها المغرب فيها مكان. برضو المغرب دول كتير يعني. طلعت معسكرات قبل كده؟ لا كان بس شغلك او هو تمرينك هو كله تمريني في بالظبط، هو في مصر في يعني. مصر. فانا نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية كده يعني تقدر تطلع معسكرات بره. ان شاء الله. طيب ورحمة طلعتي معسكرات قبل كده؟ لا كان ده كل كل تمريني التمرين في هنا في الفيوم مصر؟ في الفيوم بس؟ مش بتتمرني بتتمرني نيجي على آه. في البطولة القاهرة؟ بس. لا اه بتيجي على البطولة. طيب والفترة الجاية هتشاركي في ايه السباقات اللي جاية عندك؟ انا عندي ان شاء الله يوم الجمعه الجايه ال 21 كيلو اللي هو تمام. ماراثون القاهره، وعندي بعديها على طول اللي هو بعد رمضان بقى اللي هو بطوله الجمهوريه الدرجه الاولى. ماراثون القاهرة، هاف ماراثون القاهرة اللي هو انت دخلتيه يوم قبل الجمعة. كده صح؟ لعبته السنه اللي فاتت. وده اخدتي مركز خدت ايه؟ اول. ما شاء الله. كانت اول عملتي رقم مسابقه ليا كام؟ اساسا حاجه في ال 21 كيلو. ساعة 28. ما شاء الله رقم قوي جدا. في كابتن نوري انت الهاف شاركت فيه اللي هو بتاع السنة اللي فاتت؟ كايرو. اه وكان في مركز؟ ما كملتش للاسف السباق يعني. كنت تعبان اصلا وكنت نازل كده، بس ما جيت على نفسي. ما كنتش متمرن، ما كنتش داخل جاهز يعني. لا كنت اصلا كان في الوقت ده كان عندي اصابه وكده اوكي. الدكتور حتى قال لي ما تنزلش، فانا قلت له معلش انا عايز انا لازم اروح. لازم انزل كده، فما سمعتش الكلام، بستحمل. بالظبط كده. طب والسنة دي يعني عامل خطة لنفسك ان انت؟ والله ان شاء الله يعني بدأنا يعني لسه يعتبر لسه بادئين التمرين وكده. اوكي. بدأ السيزون بتاعنا. تمام. كمان دخل علينا رمضان، هيكون التمرين يعني قليل شوية. يعني هيكون محافظة بس مش أكتر يعني. انت قلت لي شهر 5 عندك بطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية. تمام بالظبط. طيب انت بتقول لي ان انت بعد يومين بالظبط هتلعب سباق سباق كايرو ال 21 يعني محتاج منافسة تجهيز كبير شوية. يعني هناخدها في طريقنا برضو. تمرين برضو. طيب احنا دلوقتي بقى ممكن نشوف شوية صور وفيديو كده عن التمارين بقى بتاعتكم والصور والحاجات دي، بتحكوا لنا كده حاجات مختصرة عن كل صورة، وايه الحاجة الحلوة اللي فيها، او ايه الحاجة اللي بتوجعكم بعد اخر التمرين في السباق، الحاجات دي يعني. فخلونا كده نشوف الصور وكل حد بقى يقول لنا ايه الحاجة اللي في الصورة. دي رحمة. الصوره دي كانت اول مشاركه ليا في فوتي سبورت، كانت تاني مره العب فيها 21 كيلو. بس كانت اول مشاركه ليا في مع هوت سبوت. وحققتي مركز اول صح؟ عملتي قد ايه تايم في ال 21؟ عملت ساعه 34. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وديت كانت في ماراثون القاهره اللي هو السنه اللي فاتت. ده اللي اخدتي فيه مركز اول. وعملت ساعه 28. ماشي. هو برضه نفس الماراثون. رحمه مع السيد وزير الشباب صح؟ ودي ساعه التكريم. ممكن ندخل على اللي بعدها عادي.
دي كانت اول مسابقه ليا في 5 كيلو، اول مره العب في حياتي 5 كيلو، وخدت مركز اول. طيب بس ممكن وعملت تكلميني رقم. شويه عن انك بتجري من غير كوتشي؟ لا هو في الملعب اصلا انا ما اتعودتش اصلا عامه ان انا كنت طول عمري بجري حافيه من ساعه ما جيت اللعبه، حتى على الطريق. يا تمام. دوبك ان انا بدات اجري بكوتشي السنتين ده بس. مؤخرا. لكن حتى التراك الاسفلت اي حاجه كنت انت بجري كنت حافيه. بتجري حافيه فيها. بس دلوقتي برضو لسه؟ لا بكوتشي، لكن في التراك بجري حافيه. طب احساسك ايه وانت بتجري؟ ايه الاختلاف؟ لا بحس اني يعني بروح على الارض، لكن طول ما انا لابسه كوتشي اصل اللي انا اعرفه ان السبايك اللي انتوا بتبقى لابسينه في ما خدتش، ما اتعودتش عليه يعني، جربته كذا مره. بيبوش اكتر يعني. بس ان انا اصلا ما بعرفش انزل على مشط رجلي، فدي اوكي النقطه اللي عندي، بنزل على رجلي كلها. طب الصوره اللي بعديها دي كانت في البطوله العربيه، كنت أوكي. مع منتخب المغرب. كنت واقفه معاهم. انا عايز اقول لك منتخب المغرب انا شفت البطوله يعني مباشر، في منافسه رهيبه يعني. المغرب والبحرين حسيت ان هم يعني قريبين من بعض، في حته ثانيه خالص، قريبين من بعض جدا. ومجموعه مع بعضهم فريق بيجروا عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. فلا البطوله كانت ما شاء الله قويه جدا يعني. الصوره اللي بعديها دي كانت في السباق ال 10 كيلو، في نفس تاني يوم احنا بنلعب ال5 اول يوم، تاني يوم بنلعب ال10. تمام. الصوره اللي بعدها ديت في البطوله العربيه. دي خلاص بعد الانتصار في الاخر. ودي الليدي رحمه بتتصور عادي جدا. البطل بقى نوري. الصوره دي كانت في المركز الاولمبي بالمعادي، بطوله جمهوريه، حصلت على المركز الاول فيها. ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. ودي كنت بتعمل ايه بقى هنا كابتن نوري يعني؟ والله هي الصوره دي فيها كميه معاناه رهيبه. ازاي بقى؟ احكي لنا عنها شويه. دي طبعا بعد دخول الفينش انا كنت احساس اللي هو اخيرا وصلت، اللي هو انا كنت في عالم غير العالم يعني. كان حاسس الضغط كان واطي جدا. وان انا خلاص ان انا قاومت لحد اخر نفس فيا. يعني ايه بيبقى احساسك لما بتوصل؟ ايه الاحساس اللي مجرد ما بتعدي الفينش كده وخلاص؟ ايه بقى؟ هو احلى احساس طبعا. هو اي نعم اذا كان بسلبي او بايجابي، فالحمد لله ما كنتش موفق برضه في البطوله وكده. بس يعني التوفيق ده بتاع ربنا، واحنا بنتعب وكده. بس اوقات بيبقى يعني اوقات ببقى كويس، واوقات ببقى مثلا مش موفق. فبقول الحمد لله اذا كان على المكسب او الخساره. او الخساره طبعا في كل الاحوال. الصوره اللي بعدها ده كابتن عمران والبطل الاولمبي حماده الحسناوي. ايه بقى كابتن عمران، كنت اتاخرت على التمرين ولا ايه؟ عمل فيك ايه؟ كان مديني تمرينه قويه في اليوم ده وكده. فانا على سبيل الهزار بقى بنهزر وكده، قلت له انا ماشي مش هكمل تمرين، انا مش مكمل. فقال لي خد بقى زي ما انت شايفه كده. راح ماسكني فوق قال لي هتكمل؟ لا ما هرميك كده. طب ما تحكي لنا شويه عن علاقتك بكابتن عمران، يعني مدربك المفروض وان هو غالبا اللي بيبقى معاك في كل حاجه، فاحكي لنا كده عنه كشخص رياضي، ككابتن بتاعك وكصاحبك. انا لو اتكلمت من هنا لسنه قدام مش هوفي يعني حق كابتن عمران معايا والله بجد يعني. تعب معايا كتير جدا. تمام. اول ما جيت النادي الاهلي اول حد استقبلني واتمرنت معاه. تمام. انا مش بعتبره مدرب يعني، اخ، اب، صديق. تمام. وعمره هو ما بيعاملنا ان انا كلاعب يعني، كلاعب ومدرب. اللي هو اخ كبير واخ صغير. او اي حاجه بيشوفها بقى تعليمات ولا روح وتعالى. لا هو دايما يعني بصي هو يعني انا بسمع ساعات انه بيتمرن معاكم. بيتمرن طبعا. شخصيه لذيذه جدا. تمام. في كل يعتبر مش في تمريننا بس يعني، في حياتنا عامة، خروجاتنا في أي مكان بصراحة بنبقى كلنا مع بعض يعني. بس في التمرين تمرين. لا التمرين تمرين، ما فيش هزار يعني. يعني هو حط لك البرنامج هتعمله. بالظبط. في حدود يعني، خلاص احنا دخلنا التمرين بقى خلاص، ما فيش هزار ما فيش بتاع. فهو دايما بيحب يشوفنا ناجحين. اوكي. يعني دايما حتى بالنسبه لك بقى يا رحمه كابتن عمران ايه؟ يعني ده بالنسبه لنوري بقى صاحبه اخوه الكلام ده، انت بقى كابتن عمران اصلا مش بتمرن معاه، بس هو على المستوى الشخصي كويس جدا، وما عرفتوش الا من فتره قريبه جدا بس حبيته. يعني بعيد عن اي حاجه هو يعني كده يتحب. مين بيمرنك؟ انا كنت بتمرن مع كابتن حسن. تمام. ده كان بدايه في اللعب خالص لحد 2 سنين تقريبا. تمام. دلوقتي بتمرن مع كابتن محمود اسماعيل.
وكابتن كريم وكده. وطبعا حابه اشكر الناس بتاع الفيوم كلها، ان الصراحه بيقفوا معايا وقفه جامده جدا في البطولات وفي كل حاجه. انت مشرفاهم فلازم يقفوا معاكي، ده لا من غير اساسا. والله، حتى الفتره اللي حتى لو انت مش واقفه على رجلك بيقفوا جنبيكي اه وكده، من غير اي حاجه يعني، من غير على المستوى الشخصي، حلو بعيد جدا. عن الماديات وعن اي حاجه. بيدعموكي دايما يعني، أيوة، بيشجعوكي بالظبط. في وقت حتى اصابتك لو وقفوا جنبك. لو مش باي حاجه بس بالكلمه. والنادي ممكن. ان هم لا، مستنيينك النادي ترجعي طبعا واقف كل معانا حاجه. دايما، وهو اللي دافعني يعني يخلينا لحد دلوقتي على اللعبه دلوقتي، لحد دلوقتي مكمله في اللعبه. اه لولا كده طبعا بيبقى في ظروف وفي حاجات لازم تقعدي، لكن لا. وبعدين اهلي في البيت هم برضو دافع ليا. اولا طبعا. ان ابويا سايبني في اللعبه لحد دلوقتي، انا الوحيده اللي بتلعبي رياضه. اللي بعمل اللي نفسي فيه. اه انا الوحيده اللي ممكن ان انا اسافر واعمل، يعني اخواتي لا خلاص انت ما ينفعش تطلع من البيت. حلمك يعني. ايوه اعمل اللي انت عايزاه. انا الوحيده اللي سابني يعني اشوف طريقي، خلاص خليها. قبل اللعبه دي اساسا فتحت لي باب كبير قوي، بعيد عن الرزق وعن اي حاجه، هي يعني عن كل حاجه، هي خدتني عن الدنيا كلها. بس بالنسبه لها لحظه الفوز لما بكسب كده اهو بتعوضني عن الدنيا اللي فيها، بتنسيني شقه التمرين اصلا. ايوه طبعا. طيب وانت معاكي مين تاني يعني في الفيوم بيجري معاكي او بيتمرن معاكي؟ هل احنا معانا اولاد وبنات، يعني الحاجه دي بتشجعني فعلا، بجري في وسط اولاد. اوكي. هي دي حاجه اللي بتوصلني، الولاد بتاع الفيوم بتاع المؤسسه بتاع ان احنا اساسا يعني احنا مش بنتمرن في نادي الزمالك، بتتمرن في الفيوم، بيبقى الملعب موجود فيه كل حاجه، نادي الزمالك المؤسسه كل النوادي. طيب تعالوا كده نشوف فيديو، مش عارفه هو هيبقى الكابتن نوري ولا الكابتن رحمه، هنشوف يعني هم شايلين ايه دلوقتي، هيطلعوا ايه. ده الفينش بتاع مين؟ دي رحمه ده بتاعي انا. ده ده كانت في كابتن رحمة. الساحل. كانت سباق اللي هو مختلط، واحده سباحه والتانيه بتكمل الجري. كنت ريلي مع بعض، سباحه وكان جري. ده اكواسلون، سباحه وجري. ايوه بالظبط. اوكي. ده كانت مسافته قد ايه يا رحمه؟ كانت مسافته 5 كيلو. وعملتيها في قد ايه؟ لا طيب مش بركز قوي ان المدرب هو اللي بيبقى واقف حاسب لي. انت مش بتبصي في ساعه ولا اي حاجه؟ ما بتبقاش لابسه ساعه اصلا؟ لا. طيب كابتن احمد، اتكلمنا اكتر عن السباقات اللي جايه، يعني قول لنا انت حاطط خطه السنه دي، عايز تعمل ايه بالظبط في السباقات؟ عايز تبقى بتنافس بقوه وبشراسه وتطلع برضو معسكرات وتطلع بطولات دوليه؟ احكي لنا اكتر بقى عن الفتره الجايه. والله يعني احنا بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون في معسكرات طبعا. تمام عشان يبقى التركيز اكتر. يعني يعتبر او تاني سباق عامه في السيزون هيكون بعد البطوله العربيه، هيكون الدرع اللي جاي، درع العاب القوه. بعدها مثلا هيبقى كاس. تمام. الكاس ده ممكن يكون في 7 أو 8. تمام. بعد كده ندخل على الضحيات. ربنا يوفق ان شاء الله نعمل تأهيل. التأهيل بعد الضاحية، يعني انت عندك 3 أو 4 سباقات في السنة. يعني هم سباقين تراك. تمام. وسباق طريق ضاحية. تمام. اوكي، الفيديو انت رجعت بالسلامة خلاص الحمد لله. خلاص. ده كانت مسافة قد ايه؟ انت كده الأول ما شاء الله. ده 21 كيلو، ده كان أول سباق بلعبه باسم هوت سبوت. هوت سبوت ده أول سباق ولا ده تاني سباق؟ لا سوري، تاني سباق. تاني سباق معلش، تاني سباق. كان أول سباق كان في الجلالة، كان 10 كيلو. كان يعني كان احساسك ايه اول مره تجري باسم هوت سبوت؟ والله يعني هو تيم بصراحه تيم جميل. تمام. التيم بيحب الرياضه عامه، فاحنا بنبقى معاه يعني دايما سبورت في كل جرياته وكده، يعني بندعمهم في كل سباق، في كل تمرينه. عايزين عدد يكبر، عايزين الناس تهتم بالرياضه شويه. تمام. بالنسبه لنا الرياضه اسلوب حياه يعني. احنا بنشكرك جدا يا كابتن احمد، وبنشكرك جدا يا رحمه ان انتوا شرفتونا النهارده وكنتوا معانا الوقت ده. طبعا احنا ما عرفناش ناخد منكم كل الحاجات اللي عندكم، بس اكيد هيبقى في يعني مرات جايه تانية تحكوا لنا اكتر وتحققوا بطولات، وكل مره تحققوا فيها حاجه تيجوا تنورونا ونوري الناس انتوا بتعملوا ايه. اكيد ان شاء الله. بنشكر الساده المشاهدين يعني ان انتوا كنتوا معانا الوقت ده، وان شاء الله تكونوا اتبسطتوا.
والمره الجايه يكون معانا حد تاني وبطل تاني وقصه جديده وحكايات تانية كتير، ونقعد انا وعمرو نناقر فيه بقى ونساله على كل التفاصيل اللي هو بيعملها. ونحاول على قد ما نقدر انه الفتره الجايه ان شاء الله نستنى ان انتوا تبعتوا لنا حاجات كتير على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك مثلا، على انستجرام، ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي انتوا محتاجين تعرفوها ونرد عليها بقى في خلال الحلقه، او نسال اللي هيكون موجود يعني ان شاء الله. بشكركم جدا وبشكرك يا عمرو، ميرسي جدا. شكرا يا ندى، شكرا كابتن رحمه، شكرا كابتن. ميرسي، نورتونا. شكرا. انتظرونا كل يوم 4 الساعه 8 مساء. شكرا، الى اللقاء. Magic System.